النهارده حلقتنا يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب حالا. النهارده حلقتنا متواضعه جدا، والنهارده حلقتنا جامده جدا. النهارده تنزل تعمل سبسكرايب اهم حاجه، وهنتكلم على فرحه النادي الاهلي، فرحه القمه، فرحه المباريات القمه، فرحه النادي الاهلي المصري والبطل اللي مشرفنا في كل مكان هو النادي الاهلي المصري. بالبرون كده كبير، النادي الاهلي هو البطل القرن والبطل مستوى العالم. النادي الاهلي كسب في الديربي القوي اللي كسب فيها 2-1 قدام نادي الزمالك. النادي الاهلي المصري وصل اللي هو عايز يوصله. النادي الاهلي لما بيعرف يجيب اي حد يعرف يجيب بدماغ متركز. احنا لعيبه وقدرنا، والماتش كان بتاعنا، وقدرنا وعملنا هجوم وعملنا كل حاجه. وانا قلت لك في اخر الفيديو في حلقه تانية، قلت لك الماتش الديربي هو اقوى ماتش ديربي، وتقريبا النادي الاهلي هيكسب فيها 2-1 الا 2-0. بس توقعاتي 90% كانت 2-0، بس جت الموسم اليوم اللي جت 2-1 عادي بالنسبه لي، بس جبت 2 قلت اللي لازم النادي الاهلي يجيب 2 في المباراه ده. الماتش كان صعب، 90% كلنا عارفين الماتش النادي الاهلي كان صعب جدا، بس احنا عارفين بالذات النادي الاهلي لعب ماتش كوره كويسه، ولعب هو النادي الزمالك كان ماتش هو اصلا ملوش 60 لازمه في الاخر بس في الاخر 80 في اخر ال 60 لقينا النادي الاهلي اتغير في الدقيقه 60. لقينا النادي الاهلي كله اتغير في الدقيقه 60 اما نزل حسين الشحات ترزع جول في اول هدف تعادل في الدقيقه 70. الدقيقه 70 اول ضربه جزاء للنادي الاهلي تنهيه تعادل رسمي. هي اسم ايه؟ تريزيجيه نزل هدف قوي جدا ورخاط المهجر. ايوه ابقى 1-1. الاول بقى نيجي على حسين الشحات جاب من الناحيه الثانيه عمل جايب لنا جول تعادل. لا احنا جبنا 2-1. والنادي الاهلي هو البطل الدوري، مش البطل الدوري لسه بدري، ولسه نادي الزمالك لسه في قمه الدوري، ولسه مصدر اصلا الدوري. يعني هو خسر ولسه مصدر الدوري اصلا. ماشي، نتكلم عن ماتش الدفاع والنص وخط الوسط ونادي الزمالك الخطواته الرسميه. كنا قلنا كده النادي الاهلي كل تخطيطاته الرسميه كلها نجاحيه رسمي. محمد الشناوي حارس مرمى نمبر 1 لمصر كلها. كده نيجي النادي الاهلي نتكلم على اختيارات النادي الزمالك اللي لعبها قدام النادي الاهلي اصلا. نادي الزمالك هو لقينا في اول 30 لقينا الدفاع في اول الدفاع اللي هم الاربعه لقيناهم متعصبين، او لقينا النادي الاهلي تاني يخش هيدي هجمه على اول هجمه تاني هجمه كان لسه هتخش جول، وهو اللي لحق الدفاع كان مش كويس الدقيقه 30 وقلنا عدينا شويه عشان ايه لسه لاعبين الماتش. داخلين على الدقيقه 50 لقينا الهجوم بطأ قوي، لقينا الهجوم هبط، لقينا الخط وسط هبط، لقينا الدفاع هبط، لقينا النادي الاهلي خد الماتش كله ولاح ايه عمل الماتش ده تاريخه وتسجل في هدف من حسين الشحات لاشرف محمد اشرف دخل سلم من ده حسين الشحات دخل جول اول تعادل، اول ضربه الجزاء تريزيجيه. النادي الاهلي ليه فرصه هجوميه وبياخد الشمس على طول، بيلاقي النادي الاهلي المصري لازم يكسب بالفانلة الحمراء. انت لابس النادي الاهلي وانت في النادي الاهلي لازم تلعب بروح النادي الاهلي، وده 90% العالم كله عارف. يعني احنا نادي الزمالك عارفينه، يعني انت ماشي في الدوري المصري كويس جدا بس ما تقارنش بالنادي الاهلي، والنادي خسر من اي كذا نادي، بس عمرك ما تعرف تخسر النادي الاهلي. ده ماتش ديربي وده ماتش قوي جدا، عمرك ما تعرف تكسب النادي الاهلي في عصبيته. انت لو كسبته امبارح 1-0 هتزيطوا وهتعملوا، لا احنا لحقنا الموقف. عارف ما لحقناش الموقف
هنضطر نساعد نفسنا نقول ان احنا شرسين في الملعب، هنساعد نفسنا هنقول اللعيبه بتاعتنا انت مش قادره، هنضطر نعمل اي حوار عشان نساعد بقى اللعيبه بتاعتنا. لازم النادي الاهلي يعمل اي حاجه زي نادي الزمالك كده، طلع يتكلم ما طلعش يتكلم، اي نادي جمهور ولا اي حد. طبعا محمد الشناوي طبعا جت لنا اخبار كتير ان محمد الشناوي تقريبا مش هيلعب اول جوله المنتخب مصر. ازاي؟ الله اعلم، ناس كتير بتتكلم فيها ولسه نشوف الموضوع الاول. تقريبا الناس بيقولوا الحارس المرمى الثاني هو مصطفى شوبير، تقريبا ممكن يلعب الحراساء المرمى بعد محمد الشناوي بعد انتقاله الرسمي، بعد استراحته الرسميه. يعني النادي الاهلي بص وهياخد اجازيه من المنتخب المصري، مش هيلعب الجوله اللي هي بتاعت الدوري تصفيات كاس العالم اللي فاضل لها جوله واحده. تقريبا محمد الشناوي موجود فيها الا لا، بس لسه ما عرفناش اي حاجه. النهارده معانا اللاعب الثاني محمد صلاح طبعا جاب ازمه كبيره جدا في ركبته. طبعا ناس كتير بتتكلم اللي هو اصلا شدة عضل، يعني مش هيقدر يلعب ماتشين بس وهينزل يلعب تاني، هي بس شدة عضل ما فيهاش اي حاجه جدا. والناس كلها بتتكلم على لاعب محمد صلاح، هو اصلا ما لعبش كوره بس شدة عضل على رجله، مش هيلعب لمده يومين لمده ماتشين، خلاص هيرجع للماتش التاني ان شاء الله. ماشي، الموضوع دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله هيتلعب في اول 10 ان شاء الله على طول في تصفيات كاس دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله نلعب اول جوليات لينا. ماشي، فاقول الموضوع الثالث دوري افريقيا طبعا هيلعب امتى طبعا هيستحوذ هيلعب في امتى. بص يا معلم عشان تبقى فاهم كل حاجه كويسه، افريقيا هتلعب في اول شهر واحد بعد دوري ابطال افريقيا هيخلص في شهر 11 على طول، في شهر 11 25 شهر اصلا كاس دوري ابطال افريقيا. ماشي، كاس الموضوع الرابع بتاعنا الجديد، ماشي، كاس انتركونتيننتال. طبعا نادي البيراميدز كسب نادي الاهلي جده السعودي وبتاع، فاكرين الحلقه؟ طبعا حاجه مشرفه جدا ان شاء الله. لسه ما شفناش اي نادي من نادي المحيط الامريكي، لسه ما شفناش من دوله امريكا ولا محيط شمال امريكا ولا يعني لسه جنوب امريكا، ولا لسه ما شفناش اي حاجه، لسه ما شفناش النادي اللي هيلعب ضد النادي البيراميدز، عشان البيراميدز كسبت ضد النادي ده ان شاء الله بيراميدز هيتأهل لنهائي كاس انتركونتيننتال قدام باريس سان جيرمان. اوكي، حوارنا السادس، قناه عمر آلي النهارده هتعمل وضع شركه قويه جدا ان شاء الله، وضع احترافي وفي شخصيات جميله جدا هيطلعوا معانا على اليوتيوب. هم حوالي 4 شخصيات، والشخصيه وهنستمر معاها على اليوتيوب ممكن كنتوا تعرفوها مين. مش عايز دلوقتي عشان لسه عشان ما اخدش وضع نشر والكلام ده، عشان ما اجيبش سيره حد يقول لي انت تجيب وضع نشر وانت ما سالتوش على الكلمه واسمه والكلام ده، مش عايز اساله، انت تقريبا عارفين ان انا بعمل حلقات اول مره. ماشي، الشخص الثاني تقريبا هو الشخص الثاني ان شاء الله هيطلع معاه مفاجآت كبيره جدا مع فيديوهات شورتس. بس الشخص الثالث هيطلع معاه فيديوهات تحليليات بودكاست، اللي هو البودكاست الرياضيه، يعني احنا بالثلاثه موجودين في البودكاست. ازاي اقول لك ازاي؟ لسه ما اخترتش الاختيارات. ماشي، الرابع ده هيطلع معايا في فيديوهات السياحيه على قناه عمر الدراما على طول، هي القناه الجديده اللي فيها 485. بس قناه عمر الدراما الجديده اللي فيها 485 الجديد، مش اللي فيها 55 اللي هي المعفنه، لا نركنها الجديده ان شاء الله على حسابكم بتاعتي ستريتش على طول. تعمل لك سبسكرايب، يا ريت تعمل سبسكرايب جدا، عجبتني جدا، يا ريت. يلا سلام جدا، وحشوني، تشوفوني كتير، باي.